كل سنة وانتم طيبين. أول يوم رمضان ربنا يتقبله منا يا رب إيمانا واحتسابا، ونكون من العتقاء من النار السنة دي بإذن الله. قولوا أمين. صباح السعادة، صباح الهنا والأيام الحلوة اللي كلها خير وبركة علينا وعليكم يا رب. قولوا أمين. نبدأ بروتين أول يوم رمضان. حاساه والله كأنه أول يوم العيد. بجد حبيته قوي، والنهاردة عملت حاجات بسيطة وفي نفس الوقت تفكر الولاد بأول يوم رمضان إن هو يوم مميز مش أي يوم من الأيام العادية. زي ما انتوا شايفين معايا كده ابتديت بقى بالتجهيزات البسيطة اللي هبتدي أشتغل بيها وتخفف معايا اليوم. يلا بينا. يلا بينا. زي ما شفتوا كده بالظبط حاولت اسهل على نفسي الدنيا وارتب افكاري بقى وارتب دنيتي، عشان انا عارفه ان لازم هتزنق بقى في لحظه الفطار دي، وكله بقى بيجري ورا بعضه. وما هو خلصتي؟ لا ده لسه ما استويتش. فحبيت ان انا اول حاجه ابتدي بيها كده البصل. كميه البصل اللي معايا كلها جهزتها كده، ضربتها في الكبه والطماطم. اركن بقى دول على جنب كده وابتدي اشتغل بقى خدت نص كميه البصل، وحطيت عليها قطعه كده من اللية، قطعتها صغير. بصراحة لما بتسيح كده مع الزيت وتنزل بقى البهاريز بتاعتها كلها بتدي طعم تحفة للبصل. عشان نشوف طبعا هنعمل بقى ايه الاكلات اللي معانا النهاردة. بسيطة والله وخفيفة، هي مش متعبة، وخاصة ان فيها تفريزات من التفريزات اللي نزلتها معاكم اليومين اللي فاتوا. بجد التفريزات دي مريحة جدا. كمان هنا خدت بقى نص كمية البصل التانية وحطيتها بقى في الصينية كده، وهبتدي اشتغل الاتنين جنب بعض. وطبعا الحلة بتاعت اللحمة شغالة مع نفسها كده. ما بحطش في الشوربة اكتر من طماطم ورق لوري وبس. ما كانش عندي النهارده بصراحه فمشيت بالطماطم والبصل. تمام تمام. بقى في ناس بتزود حبهان ومعرفش ايه وكده، كلها توابل بتدي الشوربه طعم زياده. بس اقل حاجه البصل والطماطم والورق اللوري، ده ابسط شيء فيها. تمام كده. كمان حطيت في البصل كده اللي في الحله، حطيت مكعب مرقه ماجي وكزبره ناشفه وملح وفلفل بس. حطيت عليها الطماطم اللي انا ضربتها كده، وكمان كنت طلعت كيس من اللي مفرزاه حطيته عليه. زي ما قلت لكم انا عملت لقيت شويه طماطم حبيت ان انا ازودها، ومع الكيس اللي هو التفريز ده، وشكرا كده. نسيبها بقى تتسبك مع نفسها. هنا حطيت كنت مطلعه مانجا بس لقيت الكيس صغير فطلعته وزودت تاني. تمام. البصله دي عاملاها للحمه المفرومه. هي كده احمرت شويه نسيتها يعني، نسيت عليها شويه كده. لقيت ما شاء الله كام حته احمرت زياده كده بس لحقتها يعني. بربع بقى لحمه مفروم او القطعه الصغيره دي، الله اكبر، هنعمل منها صينيه رقاق باللحمه المفرومه. جلاش. جلاش باللحمه المفرومه مش رقاق. تمام كده عملتها. بجد يعني ادت كمية كويسة حلوة مع البصل وما شاء الله يعني قضت الغرض. وفي نفس الوقت عملت كمية اللي ما اشتريتش حاجة مخصوص، يعني ما اشتريتش اللحمة مخصوص. وفي نفس الوقت اتبقت يعني. هي كانت نص كيلو، خدت من النص كيلو كنت عاملة حواوشي، خدت منه القطعة الصغيرة دي شلتها كده ايه وقت زنقة بقى زي كده، مثلا هتعمل أكلة جديدة. يعني بصراحة بتفيد جدا. كمان من ضمن التفريزات الكرنب اللي كنت مفرزاها معاكم الطبق دوت. والطبق زي ما وريتكم هو طالع ما شاء الله نضيف، لان كنت حاطه عليه كيس تلاجة. فكده هعيد استخدامه تاني عادي جدا لان هو نضيف وزي الفل ما فيهوش اي حاجه. بس سبت بقى طبعا كنت مطلعه الطبق الكرنب دوت من بدري، ففاكك بقى واخد راحته على الاخر. هبتدي اجهز كل حاجه كده مع نفسها بحيث ان ايه الحق نفسي. بس مش هكدب عليكم بصراحه اتزنقت في الاخر قوي، ويمكن الكرنب اتعمل في اخر نص ساعه وبركه ربنا والله العظيم. يعني عايزه اقول لكم من بقيت اقول يا رب البركه في الوقت والله العظيم بامانه. ال يعني الكرنب استوى على اخر لحظه، على اخر دقيقتين ثلاثه، والوقت حسيت ان هو ما بيعديش. فاسالوا ربنا ال- الحاجه اللي انت لا مش قادره عليها يا رب. فاهميني يعني اللي هو انا قلت خلاص مش هتلحق تستوي يعني. كانت 5:30 والمغرب بيدن 6:10. 6:10. فاللي هو قلت مش هتستوي يعني خلاص، انا هو مفيش وقت تاني. نص ساعة هيستوي الكرنب. ما شاء الله استوت وبقت حلوة وجميلة، وهتشوفوها معايا في الاخر ما شاء الله الله اكبر. فحسيتها في ساعتها باطمئنان كده ان هو اطلب المستحيل، انت بتطلب من ربنا.
يعني ما بتطلبيش من عبد زيك، انت بتطلبي من ربنا، فاطلبي المستحيل. اللي انت مش قادرة عليه او نفسك فيه اطلبيه من ربنا هتلاقيه. انا اقل حاجة بطلبها من ربنا الحمد لله بتجيني، واقل كلمة قلتها ان عايزة البركة في الوقت، ربنا رزقني البركة في الوقت، وعملت الاكل وما شاء الله كله طلع في وقت واحد وهوريكم. هنا زي ما انتم شايفين عملت طبعا الجلاش كده، وكانت اللحمة المفرومة جاهزة. عملت السمنة من تحت، هنا كنت سيحت السمنة كلها عشان طبعا معايا كمان هعمل كنافة، فسيحت بقى الكمية دي، وحطيت راق ودهنة سمنة وراق ودهنة سمنة، طبعا احنا عارفين يعني الطريقة. بس كده كده خلصت بقى كمان اخر رق منها، وهبتدي اتنيها لتحت وكده تاخد الشكل بتاع الصينية، وشكرا. كمان ما شاء الله خلصت. حاجات بسيطة بجد بس بتفرق كتير. يعني بأمانة لأ الولاد فرحوا بيها يمكن ما فرحوش بباقي الأكل قد ما بيفرحوا إن في حاجة النهاردة أول يوم رمضان، وخاصة بنتي صايمة، فحابة نعمل لها كل حاجة حلوة اللي هي بتحبها، حتى لو بتاكلها في الأيام العادية. لأ النهاردة بقى بجمع لها الحاجات اللي هي بتحبها عشان يبقى يوم مميز. انتي صايمة، فأنا هعملك الحاجات اللي انتي بتحبيها، فتبقى حاسة ان هو بكرة وبعده تفتكروا، تبقى ذكريات حلوة ليها. فاهمين؟ هي احنا كمان كنا صغيرين كانت بتبقى ذكريات حلوه لينا، يا ماما عملت لنا الحاجه اللي بنحبها. بتحسي ان انتي بتتكافئي اخر اليوم كده، اني انا صمت النهارده وماما عامله لي الاكله الحلوه، يا امتى هفطر بقى. ذكريات يعني بنحاول نعملها للولاد في ظل السرعه والجري، الجري كله حاجه سريعه في يومنا، فيعني ربنا يقدرنا اي حاجه بسيطه كده تفرح الولاد. كده بقى كمان كنت خلصت طبعا صينية الجلاش، ودخلت بقى على الصلصة. طبعا لما سبتها اتسبكت كده خالص، كمان تفريز من ضمن التفريزات كنت مفرزة الخضرة دي، ما عملتش فيها اي حاجة غير ان انا قطعتها، غسلتها كويس طبعا وقطعتها وحطيتها في كيس في الفريزر بس. ما شاء الله طلعت اهي خضرة وحلوة وزي الفل، ما فيهاش ولا حاجة. وجاهزة معايا كمان ان على طول احطها على الصلصة. ما شاء الله جميلة، يعني ما محتاجتش ان انا بحتة زيت او اشوحها شوية على النار. كنت بعمل الحركة دي بس حسيت بعد كده ان لا مفيش فرق كتير، هي ما شاء الله بتطلع بعد كده طالما هي خضرة وحلوة من الاول، لا بتطلع خضرة وجميلة برضو زيها. بس برضو ما تطوليش عليها قوي، يعني يبقى خلاص انا عارفة مثلا الاسبوع ده الشهر ده انا هعمل خضرة، فممكن اجهزها في التلاجة للناس اللي بتجهز بالشهر او كده، الموظفين او كده، او انتي حابه ست بيت وحابه تريحي نفسك فبتجهزي حاجتك مره في الشهر ولا حاجه. كده كنت جهزتها وقلبتهم على بعض الخضره مع الرز، وحطيت ملح طبعا، ملح وفلفل تاني، لان بحس ان هو بيحب او بنحبها احنا مظبوطه عبال ما الرز بيتقلب مع الصلصه، فبحاول ان انا اظبطها بالملح والفلفل. وهجهزهم كده بقى واقعد بيهم انا على جنب كده، اخد راحتي وانقنق كده فيها واحده واحده. كنت هنا لسه ما خلصتش بصراحه، يعني ما كنتش لسه عملتها، بقول لكم في اخر وقت، وكنت اتزنقت فعلا، فاللي هو بقول يا رب البركه، يا رب اديني البركه في الوقت والاكل يلحق الكرنب بالذات يلحق يستوي. هو ما شاء الله كله كان استوى وزي الفل. هنا كنت حطيت طبعا صينيه الجلاش في الفرن، ف معلش عذرا بقى لصوت الكلاب ده يعني. تمام، في ناس بتربي هنا فعادي بقى كأنكم مش سامعين حاجة، ماشي. المهم صينية الجلاش كنت حطيتها في الفرن، فكانت احمرت تمام، فطلعتها دخلتها اخدت وش، وبعد كده طلعتها عشان احط عليها شوربة وبيضاية ومعلقة نص يعني معلقة كده من البيكنج باودر، وقلبتهم في بعض زي ما شفتوا، وحطيتهم وقلبتها. انا كنت رايحة جاية باسمه ايه دوت بالمعلقة بسبب اسمها ايه، بسبب الزلال بتاع البيض هو اللي كان واقف في حتة معينة، فكنت بحركه. تمام، عرفتوا بقى انا بحرك رايحة جاية كده ليه. المهم كده خلصتها وهروح احطها في الفرن، واشتغلت قلت اعمل الكنافة بحيث انها تشتغل شوية. الشفشة معانا من اول الفيديو دوت المانجا كانت طلعت كيسين، بس الكيس التاني ما كانش فك، فحبيت ان انا احطها في الشفشة بشوية مية، وتعيش مع نفسها كده تفك براحتها، وفي نفس الوقت ايه تفك واحدة واحدة. تمام، كده بقى خلاص باقي السمنة معايا.
حطيت الطبقة من تحت وهابتدي ارص بقى الكنافة. يبقى كده عملنا لهم كنافة وصينية جلاش باللحمة المفرومة يعني مظبطة ومروقة عليهم اخر روقان، علشان يبقى النهاردة بقى كده، بحيث ان انا بكرة بقى لو عملت لهم ايه ياكلوه. خلاص احنا اول يوم عدينا، اول يوم وشكرا. بجد يعني ايام جميلة والله. مش عارفة، عايزة اقول لكم حاجة، ان م- الواحد حاسس ان هو رمضان اللي فات كان لسه امبارح، والله العظيم. مش عارفة ده احساسي انا لوحدي، لو حد حاسس زيي يقولي. لان جالي احساس كده انا يعني بصلي التراويح، ان انا لسه كنت بصلي التراويح يعني من قريب مش من بعيد. الايام بتجري بسرعة قوي، وما بقيناش بنحس بالوقت، واليوم بيعدي بسرعة قوي. مش عارفة بقى هي فعلا علامات يوم القيامة ولا ايه، بس يعني ربنا يغفر لنا ويرحمنا، ويعني يدينا الأيام اللي جاية على خير، وإن احنا كمان نعمل أحسن عشان نقابل ربنا بأحسن عمل لينا. ربنا يتقبل مننا أعمالنا كلها يا رب بالحسن وبالخير، وربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب. كده كنت هحمل كمان السكر. انا كنت عندي شربات سكر بس ايه شربات سكر دي، ما علينا. عندي شربات في التلاجة ساقع، بس حبيت ان انا ازود لو احتجت يعني. حطيت كوبايتين سكر على كوباية مية. كده كنت ضربت العصير وجاهز، والحمد لله ابتديت خطوة خطوة حاجتي بتخلصها. هنا كنت حاطه العصير طبعا ما شاء الله، عشان كنت مطلعه كيسين فكنت مزوده، فكنت حطيت شويه ميه علشان السكر زاد معايا، فحطيتها خففتها يعني بمعنى اصح، وحطيتهم على شفشقين. فقلبت من ده لده، بس ما جاتش معاكم، ما علينا. كده الكنافه ما شاء الله طلعت الله اكبر، وحطيت عليها زي ما قلت لكم الشربات الجاهز عندي، هو كان ساقع طبعا هي سخنه، فطلعتها كده جاهزه. لو حبيت بقى الشربات اللي لسه السخن، لو حبيت هزود بقى من بعد كده. تمام. وكده يبقى خلصت الجلاش، وخلصت الكنافة كمان. هنا كنت بقى قعدت فرشت كده في الارض حضرتك، وابتديت بقى الف براحتي، لان خلاص كانت خلاص الساعة تقريبا الساعة 5 بالظبط. كانت الساعة 5 وانا قاعدة بلف لسه ببتدي في لف الكروم. كمان عايزه اقول لكم ان السبانخ دي جاهزه، وكنت عاملاها قبل كده واتبقت مني، ما ابتديتش فيها، مش جديده يعني. هي لقيتها في الفريزر جاهزه، قلت لها تعالي، رحت مطلعاها كده. تعالي هنعمل منك اكله حلوه ان شاء الله. حطيتها في الطواجن زي ما انتم شايفين، هي شويه صغيرين، حطيتها في طاجنين. وهبتدي ازودها قطعه لحمه، كده هقطعها نسايل، وفي نفس واحط في كل طاجن شويه، وعليها شويه شوربه، وشكرا. تخش بقى الفرن كده تعيش حياتها شويه، تتقلب مع بعض وتعيش حياتها مع نفسها شويه. تطلع بقى زي الفل. الله اكبر الله اكبر. اول حاجه اتاكلت، وفي نفس الوقت ما تعبتش نفسي، ما عملتش سبانخ من اول وجديد والصلصه بقى، ونبتدي من بصل ونعمل من اول وجديد. حاجه جاهزه عملت منها اكله جديده جنب اكل، يعتبر الاكل كله حاجات بسيطة. عايزة اقول لكم بقى ان هنا كنت صليت بصلي المغرب او العصر، يا ربي العصر حرام، العصر متأخر، ملحقتش في الزنقة دي. فحبيت اقول لكم ان انتي وبتصلي بتفردي سجادة الصلاة، رشي عليها معطر برفيوم من بتاعك، هيديكي احساس كده ان هو انتي في دنيا تانية وفي عالم تاني، وفي نفس الوقت هتحسي بالروحانيات الحلوة دي. تمام. تمام. كده كنت خلصت الاكل، والحمد لله الكرنب طلع في وقته مظبوط، وكمان ما شاء الله الله اكبر الاكل كله طلع الحمد لله في وقته ببركة ربنا. يا رب ارزقنا البركة في القول والعمل، اللهم امين. وحسن العمل يا رب. ما شاء الله الجلاش طلع مورق وحلو قوي. يا رب يتقبل صيامنا ايمانا واحتسابا يا رب. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، وتدعموني كده باللايك والاشتراك للقناه، عشان القناه تكبر بيكم يا رب باذن الله. متنسونيش بقى باللايك. باي باي.